إطار سابق في البوليزاريو يعلنها صراحة في وجه الجزائر والبوليزاريو. ذكر رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا في مقابلة مع مركز التفكير الكولومبي المتخصص في التحليلات السياسية والاستراتيجية بأمريكا اللاتينية إن جبهة البوليزاريو تمثل أقلية، والساكن الصحراوي تعي أن نهج البوليزاريو قد استنفد ولن يؤدي إلى أي مخرج. ووصف تدبير قيادة البوليزاريو بالكارثي، منددا على الخصوص بانتهاك الانفصاليين لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حيث إمكانية انفتاح الشباب غائبة، وندد باستغلال قادة البوليزاريو الوضع لفائدتهم، مشيرا إلى أنهم اختلسوا المساعدة الدولية الموجهة للساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف في ظل أوضاع صعبة. وتابع الإطار السابق بالبوليزاريو الذي عاد إلى وطنه الأم سنة 1992 قائلا إن سلامتهم ترتبط بقدرتهم على العودة إلى بلادهم المغرب، مذكرا بهذا الخصوص بعشرات آلاف الصحراويين الذين رجعوا إلى وطنهم، حيث يعيشون بحرية في ظل ظروف طبيعية ويتمتعون بحرية الحركة، بخلاف المحتجزين بتندوف الذين يحتاجون إلى رخصة من أجل مغادرة المخيمات. وأبرز أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة يشاركون بكل نشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلدهم، إنهم مواطنون أحرار، مبديا قناعته بأن كافة الصحراويين الذين ليست لهم روابط مع الأوساط العليا لإدارة الانفصاليين سيختارون المغرب للعيش فيه بكرامة إذ أتيحت لهم فرصة الاختيار. كما أبرز رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب أن البوليزاريو ليست سيدة قراراتها، إن الجزائر هي من تقرر في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن قيادي الانفصاليين لديهم مصالح مع الجزائر ويعيشون على هذا النزاع، إذ أن مصلحتهم تمكن في استمرار النزاع لأنهم على تواطؤ مع الجزائر. ووصف مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية قضية الصحراء بالمكتمل، مشيرا إلى أن المقترح سيمكننا بفضل مختلف الضمانات من تدبير شؤوننا والتوفر على مؤسسات ضرورية، متوقفا عند مناخ الحرية والأمن السائد بالأقاليم الجنوبية للمملكة.